5 ديسمبر 1945 وتحديدا من قاعدة أمريكية بحرية في فلوريدا. طلعت الرحالة 19 أو فلايت 19. 5 طيارات طالعين في تدريب روتيني، بس التدريب المرة دي كان فوق المحيط، وبالتحديد المحيط الأطلنطي. كانت كل حاجة طبيعية، حتى المهمة كانت سهلة. مجرد يطيروا شوية فوق المحيط ويعملوا شوية مناورات ويرجعوا تاني على القاعدة. بس بعد 1.5 ساعة من الطيران حصلت حاجة غريبة. اللاسلكي اشتغل فجأة وبصوت متوتر. احنا تايهين، البوصله باظت، مش شايفين لا ارض ولا سماء، كل حاجه وهنا شكلها غريب، حتى البحر شكله مش طبيعي. وبعد شوية صوت اللاسلكي سكت تماما والطيارات الخمسة اختفوا. 5 طيارات راحوا دفعة واحدة، راحوا كأنهم ما كانوش. الجيش الأمريكي طبعا اتجنن، وكردة فعل ده بعت طيارة إنقاذ بطاقم مكون من 13 فرد. وبعد 20 دقيقة بالظبط الطيارة دي ما بقاش ليها وجود هي كمان. الحاجة الأغرب إن مفيش أثر لأي حاجة. ومن هنا الناس بدأت تهمس بكلمة واحدة، وهي مثلث برمودا. خليني أقول لك إن مثلث برمودا ده مش بالمساحة اللي أي حد متخيلها. لا، دي منطقة كبيرة بيوصل مساحتها ل1.5 مليون كيلو متر مربع. وعشان تتخيل المساحة دي خلينا أفكرك إن مصر مساحتها 1 كيلو متر مربع. فمثلث برمودا هو قد مصر مرة ونص. طب إيه مثلث ده؟ واشمعنى يعني مثلث؟ وفي الحقيقة احنا لو وصلنا ولاية فلوريدا بدولة بورتوريكو مع جزر برمودا هيطلع لنا مثلث متساوي الأضلاع. أهي المنطقة دي اللي بينهم بقى هي مثلث برمودا. ودي ما كانتش أول سفينة يحصل معاها كده، لا، ارجع لي بقى بالزمن كده شوية. لا يا عم، ارجع كمان. واحنا دلوقتي سنة 1812 بعد ما الأوروبيين احتلوا أمريكا. سفينة شايلة بنت نائب رئيس أمريكا وطالعة من فلوريدا رايحة لأوروبا، وفجأة السفينة اختفت تماما وقلبوا الدنيا عليها، بس الحقيقة ما كانش ليها أثر. طب إيه؟ هنفضل على الحال ده ولا إيه؟ كل شوية تغرق يا سفينة يا طيار. الموضوع بقى لغز كبير والناس هتموت وتعرف ايه اللي حصل. أصل السفن والطيارات مش بتغرق، دي بتختفي تماما. ايه اللي ممكن يكون بيحصل في الحتة دي يخلي الحاجات دي كلها كده؟ إيه اللي يخلي مثلث برمودا يساوي الموت؟ في الحقيقة في أساطير كتير عن اختفاء الحاجات اللي بتروح مثلث برمودا، وبحسب الكلام ده في أهرامات ضخمة جدا موجودة من بقايا مدينة أطلانتس. الأهرامات دي بتنتج طاقة قوية جدا هي اللي بتتسبب في ابتلاع السفن عن طريق إنها بتكون دوامات. بس لحظة بس، لو لغزوا مثلث برمودا هو الدوامات دي، طب وبالنسبة للطيارات مالها ومال الدوامات دي؟ ده بالظبط اللي قاله تشارلز بيرلز في كتابه. قال والله يا جماعه الموضوع مش موضوع اهرامات وكده، لا، دي اطلانتس الغرقانه لسه فيها سكان عايشين، اي حد يعدي فوقهم يشدوه. تعال انت بس كده يا حاج، اقعد وسيب العلم يتكلم. تعال. الدكتور النفسي كينيث ماكول اتكلم وقال ان الكلام ده كله مالوش اساس من الصحة. اخيرا حد عاقل. كمل يا دكتور كمل. دي ارواح العبيد الافارقة اللي الاوروبيين جابوهم معاهم على امريكا ورموهم في المحيط، والارواح بتنتقم بقى. حلو قوي كده، اقعد جنب اخوك بقى، اقعد جنب اخوك. في الحقيقه التفسيرات ما وفتش لحد هنا. طيارة عسكرية من بورتوريكو بتطارد جسم غريب في مثلث برمودا. قالوا بس هم الفضائيين مفيش غيرهم، هم اللي بيخطفوا السفن دي وياخدوهم معاهم فوق، اصل المكان ده منطقه هبوط وانطلاق الفضائيين. كلام دلوقتي في 2025 ما يدخلش العقل، كلها افتراضات واراء وكل واحد بيقول اللي هو عايزه، اصل الكلام مش بفلوس. بس تعالى بقى ناخد الموضوع من الدين شويه. المعروف في الاسلام ان عرش ابليس على الميه. كل التفسيرات بدأت تروح لحتة تانية، وقال لك ما يمكن عرش إبليس في الحتة دي، وبكده تبقى منطقة محظورة وطبيعي اللي يدخلها بيختفي. 1992 الكاتب الصحفي محمد داوود نشر كتاب بعنوان حوار صحفي مع الجن المسلم. والكتاب الغريب ده بيقول فيه انه حضر جن مسلم وعرف منه ان فعلا عرش ابليس في منطقة مثلث برمودا. طلع بعدها بتفسيرات وقال إن ده مكان المسيح الدجال. سيبك بقى من الكلام ده وتعالى بقى نحاول نفهم، أو على الأقل نبين إن إحنا فاهمين. العلماء كلهم أجمعوا إن مفيش سبب واحد بس هو اللي بيخلي الطيارات والسفن تختفي. عشان يجي جيم لويسين يقول
ان اكيد اللي اتكلموا عن مثلث برمودا ما درسوش الموضوع كويس. لأن المنطقة دي عبارة عن تيارات برد عنيفة في الشمال بتقابل تيارات سخنة عنيفة في الجنوب، ومن هنا بتعمل حاجة اسمها أعمدة الماء. الاعمده دي بتتشكل في ثواني وبتتشاف على بعد 2 متر بس، ففرصه النجاه منها صفر تقريبا. وكمان الرياح في المنطقة دي بتبقى عاملة زي القنابل الهوائية، بتضرب أي جسم تفرتكه. والقصه كلها ان ده المحيط يا صاحبي. الطيران فوقه أصلا مربك جدا، لأنها منطقة أصلا مفيش أي حاجة بتميزها، ولا سلاسل جبال ولا أي حاجة. الخلاصه ان بالونه مثلث برمودا ما هي الا اسطوره اخترعها الامريكان. اعتبرها كده دعاية ببلاش عن العجائب اللي عندهم هم بس. احنا هنقول ان في حاجه اسمها مثلث برمودا، اللي بيعدي من عليه بيختفي. والناس تكتب وكل واحد يخترع ويزود له كلمتين من عنده لحد ما تبقى أسطورة والناس تصدقها. واللي أكد الكلام ده إن الدراسة اللي اتعملت سنة 2013 عن أخطر 10 مناطق مائية في العالم مثلث برمودا ما كانش منهم. بس هم الأمريكان اللي خدوا منطقة عادية وعملوا منها الأسطورة دي. وبس كده. لو الفيديو حلو يبقى ده ستر ربنا، ولو الفيديو وحش يبقى اللي جاي أحلى.